عايزه اتكلم بقى في موضوع تعبني وقاهرني ومزعلني قوي. ده لو في حد بيحبني فعلا ويحب انه يسمعني ويحب ان هو ابقى انا عنصر فاعل في المجتمع بالنسبه له قدوه. احنا ليه مش بنعذر بعض؟ ليه لما حد ما يكلمكيش او ما يكلمكش يبقى مش عايز يعمل لك مصلحتك او مش عايز يقف جنبك او مش عايز؟ ليه بناخد على خاطرنا بسرعه؟ ليه بقينا نصدر احكام مسبقه على البني ادمين؟ ليه؟ والله العظيم 3 انا هين عليا عيط اقسم بالله. ليه؟ يعني ليه مثلا، معلش منزل دي شويه عشان الشمس مضايقاني. ليه؟ لا مش مضايقاني قوي. ليه مثلا حد كان موعدك او موعدك انه جاي يزوركم النهارده في البيت وحصل ظرف ما، حصل، انا عايزاكم تشوفوني كويس، يعني حصل ظرف ما، حصل ان اتأخر، غير رأيه وهو على سريره في بيتهم، جاله تليفون نكد عليه عيشته فبقى مش عايز يشوفك او يشوفك او يجيلكوا البيت او تقابلوه وهو بالحالة دي. ما جاش، بس كلمنا في التليفون الشخص اللي كان المفروض جاي لنا. فلازم اول حاجه نرد عليه من باب الذوق، نقول له كويس ان انت بخير، كويس ان انت طيب، كويس ان صوتك طالع، كويس ان انت الحمد لله بصحتك ما عندكش حاجه مضايقاك. انما طبعا ما انت ربنا اداك وكرمك، هتعبرنا ليه؟ شكرا ما انت ما بتعملش حاجه لحد. اكتبوا لي بقى الحاجات اللي زي كده. طبعا ما انت احنا مش من مستواك. لو انت فنانه او فنانه يقول ما انت فنان، انت هتعبرنا. لو دكتور او دكتوره طبعا ما انت المهم عندك ان انت تنزل وتشوف عيانينك، واحنا كنا من بقيه عيانينك. لو مهندس طبعا ما انت لو مشروع هتاخد فيه فلوس. لو بياع طبعا ما انت لو عندك شويه بضاعه هتقف تبيعهم، انما احنا تشوفنا ليه؟ عايزنا ليه؟ لا يا جماعه، انا حاسه ان احنا بقينا قاسيين قوي على بعض، وحاسه ان احنا بقى عندنا موجه كده من ان احنا انا عايزه اتخانق. ايوه انا عايزه اتخانق. انا عايزه اقاطعك. انا عايزه اقاطعك. لا، المصيبه ان اللي بيكلمك وعارف او يعرف بعد كده او يتاكد ان انت عندك ظرف ويقعد يعتذر لك 4 ايام او يعتذر لك 4 ايام. طب عشان خاطري، طب والنبي ما تزعل، طب والنبي ما تزعلي، طب حقكوا عليا. كلمه معلشات دي بقت كتير قوي، وكلمه عشان خاطري ما تزعلش بقى كتير قوي. لا بجد، احنا بقينا فينا ايه غلط؟ انا بتكلم وانا زعلانه. اللي ما يعيدش عليك في العيد كلمه، ولو ما ردش عليك قول له اكيد في مانع، لعل المانع خير. اقسم بالله هيدور لك على وقت ويدور لك على وقت ويكلمك. ما تخليش الرساله اللي بتجيلك اسطمبه. اضحى مبارك، عيد سعيد. انا النهارده ناس بعاد عني بيكلموني يقولوا لي مختفيه فين. عادي، بس مش عادي العادي، لا العادي من جوه بسطوني قوي، بسطوني. ما هو ان انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرده. على فكره الكرم مش فلوس، عمر ما الكرم كان فلوس، عمره. الكرم بجد هو كرم الخلق، انك تبقى كريم الخلق. هتلاقي كرم الخلق ده اتكلموا عنه في كل الاديان السماويه، في كل الناس اللي بتدي محاضرات في التنميه البشريه. الناس دي بتتكلم عن كرم الاخلاق. مش ان بس اقول لك حضرتك وحضرتك وحضرتك وحضرتك، لا، ان انا اعذرك. اعذروا بعض. ولو حد له اخت او اخ ما سالش عليه النهارده في العيد يكلمه هو يدور عليه، لعل المنع خير. يمكن ما معهوش يعمل يشحن رصيد. ويتهزر معاه هتقول يمكن قلت تليفونك مقطوع من الرصيد. عادي، ايه المشكله؟ بتحصل عادي. انا شخصيا
جيت اطلب مكالمه لقيت رصيدي خلصان. انا عامله باقه كده نت وباقه المكالمات، فكلمت كام مكالمه دولي فضاعت ضاع الرصيد، فكسلت بقى، ما عنديش حاجات مهمه. بس في كام حد زعل مني كده ان انا يعني ما بتكلمش وما بسالش. يا جماعه ليه تاني ما بقيناش نعذر بعض؟ ليه؟ اعملوا شير على قد ما تقدروا للفيديو ده، انا مستنيه رد للفعل عليه، ان احنا لازم نعذر بعض، لازم نلتمس الاعذار لبعض، لازم دايما يبقى عندنا حسن ظن في الاخر لحدود برضو، لان انا مش دايما بدي حسن الظن للاخر وبعدين اخد يعني كده بالقلم او بالقفا او اي مكان، يعني فاهميني ازاي؟ مش عايزه اقول بس حاجه يعني احنا بنحاول دايما نحسن من الفاظنا مع بعض حتى. والله العظيم لولا اني بحبكم فعلا كجمهور وكناس وكحبايبي، وبحس ان انا فعلا ساعات ببقى مؤثره معاكم، انا كمان عايزاكم تبقوا مؤثرين اكتر مني، لازم تبقوا مؤثرين اكتر مني. العذر، المعذره، التمس العذر للاخر، دايما اقول يمكن تعبان، يمكن عنده حد تعبان، يمكن هو مش قادر يتكلم كبير عليه انه يقول ان حد في بيته عيان. يا جماعه صدقوني احنا اخلاقنا لو مشينا باننا نلتمس العذر لبعض، اللي وقع في الشارع هنسنده، اللي عربيته اتخبطت هننزل نجري عليه ليكون عنده اصابه. احنا طول عمرنا عندنا شهامه وعندنا مجدعه وعندنا حب. حب ده لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يتشح، ما حدش تقدر تشحتني شويه حب، مفيش. صدقوني لو مشيتوا بالمبدأ اللي بقول لكم عليه ده، صدقوني والله العظيم ثلاثة عمرنا ما هيحصل ما بيننا خلافات توصل للسنين او بالسنين. يعني الحمد لله ان بقى فيه شويه، يعني بقاش فيه مثلا في علم الجريمه القديم الحاجات اللي يعني كانت بتحصل الاول، ان حد يموت حد عشان مش عارف ايه، مفيش كده يعني. في بعض الحالات الفرديه اللي بتحصل، اعتقد انها فرديه وهتفضل فرديه طول ما الناس بخير وطول ما الشعب بخير وطول ما احنا كلنا حاطين ايدينا في ايدين بعض. انا بحبكم جدا والله العظيم، نلتمس الاعذار لبعض هنبقى حلوين قوي، لان احنا حلوين قوي طول عمرنا من جوه ومن بره.